أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم وأشهر المصطلحات في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو الهلوسة أو الهالوسينيشن. صدقوني، فهم الموضوع ده هو اللي بيفصل بين حد بيعرف يتحكم في التكنولوجيا دي صح وحد تاني بيبقى ضحية ليها والأخطائها. السؤال اللي دايما بيتسأل ليه أصلا النماذج اللغوية الكبيرة دي بتخترع إجابات من دماغها؟ والأهم من السؤال ده كمان، إحنا كمهندسين ومطورين إزاي ممكن نتحكم في الموضوع ده؟ ده بالظبط اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. الفكرة كلها واضحة جدا. لو فهمنا الموضوع ده صح هنقدر نبني تطبيقات قوية وموثوقة، ولو فهمناها غلط تطبيقاتنا دي ممكن تتحول لمصدر للمعلومات الغلط والمشاكل الكبيرة. الموضوع فعلا بيفرق. طيب، قبل أي حاجة خلينا نكسر أكبر وهم عن الموضوع ده. عشان نفهم ليه الهلوسة دي بتحصل لازم الأول نفهم صح إيه هي النماذج اللغوية الكبيرة دي أو ال Large Language Models اللي بنقول عليها LLMs، والأهم نعرف هي مش إيه. أول حاجة لازم تبقى واضحة زي الشمس، ال LLM مش مصدر للحقيقة خالص. يعني هو مش موسوعة علمية ولا مرجع نقدر نثق في كل كلمة بيقولها وإحنا مغمضين عينينا. وتاني حاجة هو برضه مش قاعدة بيانات أو داتابيز. يعني هو مش بيخزن معلومة بشكل مباشر ولما تسأله يروح يجيبها لك زي ما هي. لا، طريقة شغل مختلفة تماما عن كده. أمال هو إيه بالظبط؟ ببساطة شديدة هو نموذج احتمالات. كل وظيفته في الحياة إنه يتوقع الكلمة اللي عليها الدور. هو بيولد كلام شكله مقنع ومنطقي بناء على مليارات النصوص اللي اتدرب عليها. ودي الجملة اللي عايزيكم تحفظوها كويس قوي. النماذج اللغوية الكبيرة بتولد نصوص مقنعة، مش حقائق مضمونة. الهدف الأساسي بتاعها هو الإقناع اللغوي، مش الصحة الواقعية. ومن هنا بقى بيجي تعريف الهلوسة. الهلوسة ببساطة هي إجابة بتكون سليمة لغوياً 100%، والموديل بيقولها بكل ثقة، لكنها في الحقيقة غلط أو ملهاش أي أساس من الصحة. زي المثال المشهور لما تسأله عن جائزة نوبل أينشتاين فيقول لك خدها عن النظرية النسبية. الجملة شكلها صح جداً، لكن المعلومة غلط تماماً. تمام، كده فهمنا يعني إيه هلوسة. نيجي بقى للسؤال الأهم، هي ليه بتحصل أصلاً؟ إيه السبب الجذري للمشكلة دي؟ السبب الجوهري يا جماعة هو في صميم تصميم الموديل نفسه. الموديل ده اتدرب على حاجة واحدة بس، إنه يتوقع الكلمة الجاية في أي جملة. هو ما اتدربش إنه يتأكد من صحة المعلومة. مفيش في الكور بتاعه خطوة اسمها التحقق من الحقيقة. وطبعا في شوية حاجات كده بتزود احتمالية حدوث الهلوسة، زي مثلا إن السياق في السؤال بتاعنا يكون ناقص، أو نسأله سؤال غريب قوي أو عن حاجة جديدة هو مش متدرب عليها، أو لو إعداد الحرارة أو التمبريتشر بتاعه عالي وده بيخليه مبدع أكتر على حساب الدقة، أو لو السؤال بتاعنا نفسه كان غامض ومش محدد. طيب، كفاية كلام عن المشكلة. تعالوا ندخل على الحلول. دي بقى الزبدة. إزاي نقدر نتحكم في الهلوسة دي ونقللها على قد ما نقدر؟ أول وأسهل أداة في إيدينا هي طريقة كتابة الأوامر أو البرومبتس. يعني بدل ما نديله سؤال مفتوح وغامض زي اشرح الموضوع الفلاني، لا، نحط له قيود. نقول له مثلا جاوب بس من السياق اللي أنا مديهولك ده، ولو مش متأكد قول معرفش. القيود دي بتقلل جدا مساحة الاختراع اللي ممكن يعملها. الأداة التانية هي التمبريتشر أو درجة الحرارة. ممكن نفكر فيها كأنها مؤشر الإبداع بتاع الموديل. كل ما بنعليه كل ما بنديله حرية يختار كلمات غير متوقعة ويبدع. لو محتاجين إجابات دقيقة وحقائق لازم نخليها قليلة جدا، قريبة من الصفر. لو عايزين شرح متوازن ممكن تبقى في النص. لكن لو بنكتب قصة أو محتوى إبداعي ساعتها ممكن نعليها عشان ناخد نتائج مبتكرة. ونيجي بقى لأقوى حل موجود حالياً وهو الراج. فكرته بسيطة وبتتم على خطوتين. أولاً بنعمل استرجاع أو ريتريف للمعلومات الحقيقية من مصدر موثوق إحنا محددينه زي قاعدة بيانات مثلاً. ثانياً بنخلي الموديل يعمل توليد أو جنريت للإجابة بتاعته بناء على المعلومات اللي استرجعناها دي وبس. وهنا في جملة مهمة جدا وممكن تتقال في أي انترفيو. RAG grounds the model in external knowledge. يعني الراج بيربط الموديل بمعرفة خارجية حقيقية وموثوقة، فبكده بنمنعه إنه يخترع إجابات من خياله. وطبعا في تقنيات متقدمة أكتر، زي إننا ندرب الموديل إنه يتعلم إمتى يرفض يجاوب ويقول ما عنديش معلومات كافية، أو إننا نعمل خطوة تحقق إضافية، يعني نخلي موديل تاني أو عملية تانية تراجع وتتأكد من صحة الإجابة اللي طلعت. ودلوقتي نيجي للخلاصة النهائية. أهم حاجة نطلع بيها من الشرح ده هو تغيير في طريقة تفكيرنا تجاه ظاهرة الهلوسة دي. الهلوسة هي نتيجة طبيعية لعملية التوليد الاحتمالية، هي مش بج أو غلطة في الكود محتاجين نصلحها، لا، دي طبيعة الموديل. لما نستوعب النقطة دي طريقة تعاملنا معاه كلها هتتغير. ودي شوية جمل سريعة للحفظ بتلخص كل اللي قلناه.
أولاً، الهلوسة هي جزء من طبيعة الموديل مش عيب فيه. ثانياً، الموديل هدفه يدي كلام محتمل مش كلام حقيقي. ثالثاً، تقنية REG هي اللي بتربط الخيال ده بالواقع. رابعاً، كل ما حطينا قيود في الأوامر بتاعتنا كل ما قللنا الاختراع. وأخيراً ومهم جداً، مستحيل نمنع الهلوسة 100%، الهدف هو التحكم فيها وتقليلها. وفي التطبيقات الحقيقية خصوصا في المجالات الحساسة زي الطب أو القانون أو الأمور المالية، المعادلة الناجحة بتكون واضحة: نموذج لغوي كبير زائد RAG عشان نضمن الحقائق زائد مجموعة قواعد صارمة عشان نتحكم في المخرجات النهائية. طيب، بعد ما فهمنا أساسيات الهلوسة وإزاي نتعامل معاها، إيه الخطوات الجاية اللي ممكن الواحد ياخدها عشان يتعمق أكثر في المجال ده؟ لو حابين تتعمقوا أكتر في كام موضوع مهم جدا. أولهم ال RLHF، ودي التقنية اللي بتعلم الموديل يبقى مساعد ومفيد عن طريق التقييم البشري. بعد كده ممكن تبصوا على موضوع ال LLM Agents، وده لما الذكاء الاصطناعي بيبدأ ياخد أفعال بنفسه. وأخيرا لازم نفهم فكرة الذاكرة ونافذة السياق عشان نعرف ليه الموديلات ساعات بتنسى الكلام. دايما نفتكر الهدف مش إننا نلغي هلوسة الذكاء الاصطناعي، لكن إننا نوجهها ونستخدمها لصالحنا.